السلام عليكم أخوتي وأخواتي متابعي قناة معرفة الصواب. ما هو الفرق بين القبور والأجداث؟ القبور بناء معلوم وقد يوضع عليه اسم وتاريخ، وقد ورد في القرآن الكريم لفظ القبور 5 مرات. أما الأجداث فهي تكون متساوية مع الأرض لا معالم لها، وقد ورد ذكر الأجداث في القرآن الكريم 3 مرات فقط. شكرا جزيلا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.